دكتور، في سؤال بيقول هو اللسان بيتنضف؟ حلو قوي السؤال ده. اللسان بيتنضف، واللسان من ضمن الاسباب اللي بتخلي ريحه الفم مش حلوه. يعني ريحه البق ممكن ما تكونش حلوه، من ضمن اسبابها عدم نظافه اللسان. طب ازاي يا جماعه؟ اللسان ده بيتكون من شعيرات صغيره بنسميها البابيلي. الشعيرات الصغيره دي بتتجمع فيها بواقي الاكل وتراكمات الاكل. انت لو كلت فراوله وبصيت على لسانك هتلاقي لونه احمر. لو انت شربت قهوه او شربت سجاير وبصيت على اللسان هتلاقي اللسان لونه بني. لو انت صاحي من النوم هتبص على لسانك الظهر بتاعه هتلاقي لسان لونه ابيض عليه فطريات. فكل الحاجات المتراكمه على سطح اللسان بتعمل ريحه مش كويسه. طب ازاي ننظف اللسان ده؟ اللسان ده وانت بتغسل اسنانك كويس اللسان بيتغسل هو كمان عن طريق المضمضه وعن طريق فرش معينه بنستخدمها. الفرش دي موجوده في الصيدليات، برضو مش هقول اسم الفرشه، ولكن الفرشه بتكون فيها شعيرات عاديه بتغسل بيها اسنانك. ظهر الفرشه بيكون فيها شعيرات صغيره بتنظف بيها اللسان. تمام؟ في فرش تانية مختصه باللسان. اهم حاجه بقى التانج سكرابر، اللي هو ايه، بيبقى جهاز كده صورته هتنزل قدام حضراتكم. ده المفترض بينظف اللسان، ده جهاز مختص موجود في الصيدليات بينظف اللسان من التراكمات اللي عليه. ازاي ننظف اللسان؟ هتنظف اللسان ان انت بتطلع لسانك لبره قدر المستطاع وبتمشي من جوه لبره على قد ما تقدر، لان في ناس بترجع ما بتقدرش تتحمل. فانت بتاخد التنظيف نفسه باتجاه واحد من اللسان من جوه لبره مش العكس، عشان ما تزقش البواقي دي او الحاجات المتبقيه او البكتيريا اللي جوه البق، انت بتزقها لبره. فانت بعد ما تغسل سنانك كويس جدا قد ما تقدر بتشد اللسان لبره، ترفع راسك سنه بس وتاخد نفس من مناخيرك مش من بقك، وابدا امشي من جوه لبره. هتلاقي فعلا في تراكمات بتنزل في اتجاه واحد كده، ما ترجعش تاني كده. هتلاقي في تراكمات بتنزل وتلاقي اللسان لونه اتغير وهتحس بانتعاش في ريحه الفم. غسيل فم كويس جدا، غسيل اسنان كويس جدا، استخدام غسول الفم، التزم بالحركه دي شبه يومي، هتلاقي الموضوع معاك كويس قوي.